مساكم الله بالنور من جديد. بنفتح الموضوع ولا ودنا نفتحه. رسالة اللي بالوساطة اللي دخلت بيننا وبين هذا الرخوة الماسك وكالة رسمية محسوبة على رجال الله ودين الله والشعب اليمني العظيم. أمس امتثلنا لوساطتكم واستحينا من دماء الشهداء ومن المعركة القائمة الآن ومن قيادتنا المنشغلة بأحداث ومواقف أمة. وتفاجأ اليوم يقول يا الرجال بيتكلم في المجموعات بيقول شفتوه خاف مني، خفت من الرخوة، ما خفنا شيء من كم من شنب صدق يعني يستحق انك تستحي منه ولا تحسب له حساب. من ولى الرخوات علينا؟ من وضع الرخوات علينا؟ احنا ما نقبل تولية الرخوات هؤلاء. نصر الدين عامر، محمد حيدرة، خالد المداني وكل الاشكال هذا. والله رخوات المجتمع. عيب تولوا على ابناء الناس رخوات لا يمثلوا دين الله ولا يمثلوا الشعب حتى اليمني بفطرته وكرامته ورجلته. هذا الرجل الأفاك ليس مؤتمن على وكالة رسمية عندما يتهم الناس ويرمي التهم جزاف وهو ليس كفوها. الآن يثبت. تخيلوا كم قد اتهم الناس بس أداة يتصلوا به من فوق، اطلع برر، اطلع دافع، اطلع اتهم فلان، اطلع ذا. يحصل طلاق في داخل صنعاء، طلاق بين الرجل وزوجته، يطلع وكالة سبال الأنباء تفند هذا الشيء. ايش من وكالة؟ رجعوا الشاطر، نفس الشاطر هذا، عاد الشاطر كان في رجله ما هذا ما بش. أمانة صرحوا السعودية على ما اكتشفتي وعلى ما وصلني منه من أخبار افتجعت. كما المكياج حق وكالة سبال الأنباء. أين احنا سايرين؟ أقسم لكم بالله ما عاد إلا رجال الجبهات والقوات المسلحة اليمنية. أما في صنعاء إلا من رحم ربي. إنها مقبرة الإيمان فعلا كما قال قائد الثورة، انتسخوا ناس كثير. وثورة 21 سبتمبر صادرت يوم 22 وطلعوا عليها واحتووها وصادروا أهدافها وطلعوا هذا الرخوات مسكوا المناصب والمراكز. ولوبي قلت لكم لوبي بس يقطقط أصابعه قدام القيادة وتقارير بني أمية يرفعوها لا طالع وإحنا الصالحين والباقيين الفاشلين. والباقيين هم كلهم يعني خلاص يشيطنوهم يحاربوهم يضيعوهم بشكل مش طبيعي. احنا نريد الآن نوجه رسالتنا إلى قائد الثورة، اجمعنا مع هؤلاء المتسلقين والمتملقين المارقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الله قد حذر نبيه صلوات الله عليه منهم. هؤلاء من ضيعوا العمود الفقري للمسيرة، هؤلاء من ضربوا رجالك. ابعد على ثوار 21 سبتمبر والرجال الصادقين في البيوت كلهم مرقدين، والرخوات طلعوا. الرخوات ماسكين المناصب وحتى على مستوى المنصات ماسكين كل شيء، احتووا كل حاجة. ونريد ان ننصر دين الله. الجبهة الداخلية مهددة بالبيجرات البشرية امثال هذه النوعيات. الرياء الاسم الذي نقش عليه اسم الله من جهة، والجهة الثانية اسم الشيطان كما قال المختار رضوان الله عليه. نريد الآن نعرف من هم الصادقين ومن هو ابن الحر ومن هو الأشعث ومن هو أبو موسى الأشعري ومن هو المختار ومن هم الرجال الصادقين. كثير في هذا المسيرة. صبرنا وكظمنا غيظنا وقلنا أمس لا يجوز أن نفتح ثغرة أمام العدو. واليوم يتباهى هذا الإمعة، هذا السفيه إذا صاعد على وكالة سبا بأكملها ويقول أنا شفت والجرموزي افتجع مني. أنا لعنة الله على هذه النوعيات، ولعنة الله عليك إذا ما أثبت أنك رجل، مع أني شاك على ما وصلتني منك من تقارير وأخبار أنك رجل. اثبت ما ادعيتها الجرموزي به ولا والله لن أسكت لا ما نصلى عند قائد الثورة. كرامة الناس ما هي لعبة. تحياتي.